فاكر أول مرة مسكت آيس كريم على عصاية اللي هو بوبسيكل؟ عارف إن اللي اخترعه كان طفل عنده 11 سنة؟ والأغرب إنه اخترعه وهو مش واخد باله أصلاً. في سنة 1905 ولد أمريكي اسمه فرانك إبرسون كان بيخلط بودرة صودا بمية زي بيعمل مشروب غازي في البيت، نسي الكوباية بره وكانت الليلة ساقعة قوي. صحي الصبح لقى الكوباية متجمدة والعصاية الخشب اللي كان بيقلب بيها اتحبست جوه، بس بدل ما يرميها قالك هجرب الحسها. وسبحان الله من أول لحسة اتولد البوبسيكل. فرانك كبر واحتفظ بالفكرة وبعد 17 سنة سجل براءة اختراع، والنهاردة بيتاكل منه أكتر من 2 مليار واحدة في السنة. تخيل لو اختراعاتك كانت نتيجة غلطة. قولي في الكومنت لو نسيت حاجة في الفريزر تتمنى تبقى إيه؟